السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا اليوم في وصفه جديده على قناه الشيف حدو. اليوم ان شاء الله المدام غتقدم لكم واحد الحلوه ان شاء الله. صراحه انا بان لي المكونات تما قلال، ولكن ما عرفتش هاد الحلوه اللي غتصايب. انا متفاجئ بحالي بحالكم. بسم الله توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلوة ديالنا إن شاء الله هي حلوة ديال التمر. إن شاء الله التمر ديري إن شاء الله بإذن الله. لهلا يحشمنا. ندوزو للمقادير. عندنا هنايا نص كيلو ديال التمر اللي درت معاه معلقة كبيرة ديال القرفة. غندير معاه واحد 2 معالق ديال الزبدة اللي ذوبت، وغندير معاه الزنجلان واللوز، تقريبا معلقه ونص كبيره ديال الزنجلان ومعلقه ونص كبيره ديال اللوز اللي محمرين بطبيعه الحال وطحنتهم. كيعطيو واحد المذاق زوين صراحه. واللي بغى يكتفي غير بالتمر بوحدو يمكن له يدير غير التمر بوحدو، هذا غير كاضافه. وغندير معاه شويه ديال المزهر، غندير 3 المعالق ديال المزهر. بالنسبه للعجين عندي هنايا نص رابعه ديال الزبده اللي هي 125 غرام، عندي نص كاس ديال السكر كلاصي، وضروري واحد القبيصه الملحه. بطبيعه الحال غادا نخلط هاد الزبده مزيان مع السكر كلاصي، وغنديروا نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الماء الزهر. واللي عنده السكر كلاصي السبيسيال غيديروا، اللي ما عندوش بالنسبه لي انا ما عنديش سكر كلاصي سبيسيال، زدت معاه واحد 2 معالق كبار ديال النشا. والطحين بطبيعه الحال حسب الخليط. نص كاس ديال الزيت. اي عنصر زدناه كنحاولوا نمزجوه مزيان، عاد كديروا العنصر الاخر. دابا غندير المزهر، غندير الطحين، نحاول نغربلو بشويه بشويه حتى ناخذ القياس الكافي. هذا هو القوام اللي حصلنا عليه ديال العجينه ديالنا. تمر كيف ما شفتوا حنا جمعناه. انا اختاريت هاد الطابع هذا، يمكن لكم ديروا غير المنقاش. دابا غنديروا الشكل هذا، حاولوا نلبسوا الحلوه ديالنا كامله، يعني نغطيو التمر مزيان. غنديروا الطابع ديالنا في الدقيق، ضروري الدقيق ديروا على هذا الشكل هذا. خصنا ضروري نسوسوها شويه بالحق من الطحين. قرب يدك شويه من داخل. ضروري انا سنحل فيه باش نديرو في الطحين، نسوسو واحد شويه بحال هكذا. صافي. لا غنستمروا على هذا الشكل حتى نكملوا الحلوه ديالنا، وغادا نخليوها تبات. ما غاداش نخبزوها في ديك الساعه باش تشد راسها وتجينا يبقى لنا هذاك الشكل ديال الورده ديال الطابع يبقى مصور مزيان. يعني غنخليوه حتى الغدا ان شاء الله، وغنتكيو بواحد البره غير وحده وغندوزو نخبزوهم ان شاء الله، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. هذه هي الحلوه ديالنا بعد ما باتت وطيبناها. شفتوا معايا هاد خصها تكون بحال هكذا، يعني ما محمراش، تكون غير القاعده اللي تكون محمره. درناها في السكر كلاصي، درنا على هاد 2 الانواع ديال المطابع. انا هذه درتو كيشفتوا معايا بالمطبع، وهذه درت ليها المنقاش. نتمنى من الله تجربوها وتعجبكم، وبالصحه والراحه. وما تنسوش دعمونا بلايك وابوني وبارطاج، فضلا وليس امرا. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده على قناه الشيف حدو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.